السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكتر حاجتين يبعدوك عن ربنا، نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الإنسان أو العبد المؤمن لا يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. كلنا محتاجين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولذا قال جل وعلا: واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فأكتر حاجتين يبعدوك عن ربنا ترك الصلاة وعقوق الوالدين. نعم يا حبايبي، يعني سبحان الله، ترك الصلاة أنا لا أتخيل مسلم لا يصلي. كيف لا يصلي؟ يعني قطع الصلة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهدم عماد الدين. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ترك ركنا من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة. ترك العبادة التي هي أول ما يسأل عنها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بين يدي الله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فأكتر حاجة تبعدك عن ربنا إن أنت تترك الصلاة، إن أنت تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا تجيب نداء الملك سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحاجة التانية يا حبايبي عقوق الوالدين، لأن الإنسان اللي بيعق والديه لو صلى وصام وزكى وحج وجاهد في سبيل الله فلن يقبل الله منه لا فريضة ولا نافلة. ده مش كلامي ورب الكعبة، ده كلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي قاله كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العاق الوالدين. الإنسان اللي بيعق الوالدين والله لو صلى وزكى وصام وحج فلن يقبل الله منه أي عبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل قارن العبادة له ببر الوالدين، يعني قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها. فقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله، ركزوا معايا، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. عافانا الله وإياكم. يبقى اللي ما بيصليش الحق وقوم اتوضى وصلي واسجد بين يدي الله وقول له: سامحني يا ربي، عدت إليك وتبت إليك يا ربي. ستجد المولى عز وجل رحيما، هو أرحم الراحمين. الله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. سيقول: لبيك عبدي قد غفرت لك، بل يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحق والحقي، اللي ما بيصليش يلحق يتوضى ويقوم يصلي وينتظم في الصلاة بعد ذلك، وسيجد خير الدنيا والآخرة. واللي بيعق أمه وأبوه يلحق ويراضيهم ويبوس إيديهم وراسهم ويحاول بقدر الإمكان انه يدخل عليهم السعادة بفضل الله. ولو كانوا ميتين استغفر لهم وادعوا لهم واعمل لهم صدقات جارية، لعل وعسى ان ربنا يغفر لك ما كنت تفعله معهم في حياتهم. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من العباد المقربين الذين يحبهم رب العالمين، والذين يدخلهم الجنة في الفردوس الاعلى مع سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.